اخواتي طلاب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه؟ معاكم استاذ منوب سعد. والنهارده هنشرح درس جديد في التاريخ. احنا طبعا خدنا الدرس الاول هو بيتكلم عن الحياه الاجتماعيه، والدرس ده نوت فيه ابداعات مصريه. المصري القديم ابدع في الكتابه، وابدع في العلم، وابدع في الفن وفي العماره. يعني النهارده بس هناخد الكتابه والادب. المصري القديم ابدع في الكتابه وابدع في الادب. قبل ما ندخل في الشرح، يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه، وتدعمنا يعني بانك تنشر فيديوهاتنا دي باكبر قدر، يعني في الجروبات على الواتساب، عشان يكون في تفاعل اكتر من كده. يعني احنا الدرس ده لذيذ جدا يعني وصغير، يعني مش محتاج منك لو فهمت ورتبت المعلومات تلاقيه صغير خالص اصلا. وقاعد الدرس تاني كده يبقى خلصنا الوحده الاولى، والوحده الثانيه يعني هتلاقيها اصعب شويه، بس يعني لذيذه برضو، فيها الاسكندر والبطالمه والرومان، يعني وحده لذيذه برضو. تعال نركز بقى في الشرح بتاعنا، ندخل في الشرح. طبعا انا لسه هحل على الدرس الاول، الحل هينزل احتمال بكره او بعد بكره، يعني انتظروا حل الدرس الاول برضو من كتاب الامتحان. معلش النسخه اللي معايا دي نسخه يعني جودتها مش كويسه، لو حد معايا يعني نسخه افضل يا ريت يبعتها لي على الواتساب او على التليجرام، يعني عادي. رقمي 031 980 3423. ماشي، يا ريت تبعتوها، يعني تكون افضل من دي نشرح عليها. وبرضه لو محتاجين اي سؤال اي استفسار، الكومنتات مفتوحه، اكتب تعليق كده وانا هرد عليك، ما تقلقش. ماشي تمام. ندخل في الدرس بتاعنا. اول معلومه في الدرس بتاعنا بيقول لك ان ربنا وهب لمصر حوامل طبيعيه، حاجات طبيعيه زي موقعها المتميز، وزي المناخ المعتدل، ونهر النيل. النيل اللي احنا استقرينا عليه وعملنا عليه زراعه، احنا استقرينا بقى. الحاجات دي او العوامل دي ساعدتنا ان احنا نستقر. طب لما احنا استقرينا عملنا ايه؟ ازدهرنا بقى وعملنا حياه ثقافيه وفكريه في كل حاجه، في الفنون وفي العلوم وفي العماره وفي الادب وفي الكتابه وفي كتير بصراحه. اكتشفنا وعملنا حياه فكريه عظيمه، لدرجه ان العلماء في حاجات لغايه دلوقتي من العصر المصري القديم، العصر الفرعوني، مش عارفين يكتشفوها في العلم الحديث حاليا. يبقى لو جالك سؤال يقول لك ما النتيجه مترتبه على العوامل الطبيعيه المتميزه لمصر في العصر القديم، هتقول له ترتب على ذلك ازدهار مجالات الحياه الثقافيه والفكريه لدى المصري القديم. تعال نخش بقى في مضمون الدرس بتاعنا. مضمون ايه الدرس بتاعنا؟ بيتكلم على جزئيه مهمه جدا، وهي الكتابه. اول حاجه عندنا ايه؟ الكتابه. عندنا الهيروغليفيه والهيروتيقيه والديموتيقيه والقبطيه. القبطيه دي سهله، جايه من الديموتيقيه، لما يجي وقتها بقى نشرحها. يبقى احنا نركز بقى على الهيروغليفيه والهيروتيقيه. الهيروغليفيه كانت الخط الرسمي للدوله، الخط الايه؟ الرسمي للدوله. طب الهيروتيقيه دي كانت الخط بتاع رجال الدين، الخاص بمين؟ برجال الدين. ناخد واحده واحده. في الاول قال لك المصري القديم تاثر بالمظاهر الطبيعيه، بالطبيعه اللي حواليه من حيوان بقى ونبات وايه واشجار وحاجات كتير، حتى نفسه تاثر بنفسه. فعمل ايه؟ عمل الكتابه الهيروغليفيه من الرموز دي. يعني جاب الحيوان، ومثلا الجرد عمله مثلا بحرف الالف هكذا، وعمل منه ايه؟ الكتابه الهيروغليفيه. جالك هيروغليفيه تعني باليوناني الخط المقدس. طب يعني بما تفسر، فسر لي الكلام ده. قال لك عشان كان بيستخدمها في ايه؟ في النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينيه. يبقى لو جالك سؤال مهم جدا ده، الهيروغليفيه كلمه يونانيه تعني ايه؟ الخط المقدس. بما تفسر ليه يا باشا؟ لانها استخدمت في النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينيه. ايه النصوص الدينيه ديت؟ اللي هو زي ايه؟ البرديات كده، فاهم؟ نص ديني يساعده على لما يموت مثلا يقراه، يساعده. او نصوص دينيه زي مثلا يبقى في معاك ايه كده من القران او من الانجيل مكتوبه في ورقه كده، ده نص ديني. قال لك الهيروغليفيه ديت، بس هي معلومه يعني مش هتيجي في الامتحان، مش موضوع امتحان، بس لازم نعرفها. كانت الهيروغليفيه تكتب من اعلى الى اسفل،
او من اليمين الى اليسار. ازاي؟ بص الصوره دي، ركز على الصوره دي، هتلاقي ان هما الكتابه نازله لتحت اهي، من اعلى الى اسفل اهو، من اعلى الى اسفل، من اعلى الى اسفل. طب من اليمين الى اليسار ازاي؟ اهو من اليمين الى اليسار، من اليمين الى اليسار اهو. حلو الكلام، حلو الكلام. ده بالنسبه ايه؟ للكتابه الهيروغليفيه. هي كان الخط الرسمي للدوله، وكانت من الرموز زي الطيور والحيوانات والنباتات. وكمان الهيروغليفيه دي كانت كلمه يونانيه تعني الخط المقدس، واستخدموها في النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينيه. انا بقى الكتابه الهيراتيقيه. الكتابه الهيراتيقيه عرفت بخط رجال الدين، بما تفسر لان الكهنه استخدموها في الكتابه على اوراق البرد. اوراق البرد دي ما كانتش مع اي حد، خلي بالك. اوراق البرد ده كان نوع من الورق غالي جدا، غالي جدا، ما كانش حد بيكتب عليه وخلاص، يعني عامه الشعب ما كانتش بتكتب عليه، لا الحكام مثلا لا الكهنه. يبقى الكتابه الهيراتيقيه، بس ده ما يمنعش طبعا ان ممكن حد من الشعب العامه يعني يكون عنده اوراق برد عادي يعني. الكتابه الهيراتيقيه قال لك عرفت بايه؟ بخط رجال الدين. ركز عشان بتيجي في اختيارات وفاكمل. طب بما تفسر لان الكهنه استخدموها في الكتابه على ايه؟ على اوراق البرد، زي الصوره اللي قدامنا دي، ده ورق بردي ومنقوش عليها اهو او مرسوم عليها اهو بالكتابه الهيراتيقيه. يبقى احنا خدنا الهيروغليفيه، خدنا الهيراتيقيه، هناخد بقى الكتابه اللي بعديها اللي هي الكتابه الديموتيقيه. الكتابه ايه؟ الديموتيقيه. عرفت اللي هي الكتابه بتاع الناس العامه بقى، عرفت بالخط ايه؟ الشعبي. عرفت بالخط ايه؟ الشعبي. عرفت بايه؟ بالخط، معلش استنى نشيل البتاع دي، مش بتشال خلاص بقى، ايه البرود ده. الكتابه الديموتيقيه عرفت بالخط ايه؟ بالخط الشعبي، يعني عامه الشعب استخدموها. بمتفسر ليه؟ لان المصريين، معظم المصريين يستخدموها في جميع نواحي الحياه العامه، في جميع نواحي الحياه. لان المصريين استخدموها في ايه؟ في جميع نواحي او نواحي الحياه، زي اللي قدامنا كده. هو نوع برضو من الكتابه، ولكن يعني اخف واصغر، وكمان كان ممكن يتكتب على الجربان، وكان ممكن يتكتب على مثلا يتنحت على الصخر، يتنحت على اي حاجه، يعني مش لازم اوراق البرد. ماشي. طب اوراق البرد دي عباره عن ايه؟ ده نبات خلي بالك، يعني كده بينشف في الشمس بعد كده يكتبوا عليه. طب الكتابه القبطيه. الكتابه القبطيه دي جايه من الديموتيقيه، يعني تطور الكتابه الديموتيقيه ظهر لنا مثلا الكتابه اللي هي ايه؟ القبطيه. زي ايه مثلا؟ زي العربي كده، يقول لك في فرانكو، في ايه؟ فرانكو. شبه العربي برضه فرانكو ده، بص تلاقي 5 كده في اسمك. يعني كده تطور لكتابه معينه. يبقى الكتابه القبطيه دي هل كانت قريبه من الكتابه الديموتيقيه؟ يعني معظمها شبهها، بس هي متطوره عنها شويه وواضحه شويه عن الكتابه الديموتيقيه. طب كانوا استخدموا ايه في الكتابه المصري القديم؟ استخدم الورق طبعا زي ما قلنا من نبات البردي، واستخدم الاكلام، والحبر كان بتاعه اسود واحمر، يعني ما كانش فيه ازرق. يبقى كده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للكتابه. طب تعال نشوف الادب. الادب مهم جدا وجميل. تعال نشرح الادب كده عشان الادب بصراحه حلو كده. تعال نركز مع الادب. الادب بقى قال لك ترك لنا المسلمين القدماء تراث زاخر من الادب، تناول قضاياهم الدينيه والاجتماعيه والسياسيه، لذلك كان متعدد الاغراض والانواع. كان ليه اغراض كتير وانواع كتير. يبقى المصريين القدماء ترك لنا يعني ارث كبير من الادب. تعال نشوف انواع الادب اللي عندنا. عندنا اول ادب الادب الديني. عندنا الادب الديني من اسمه. الادب بيتناول البعث والخلود مثلا، بيتناول الحياه بعد الموت او الحياه اصلا، او تفاسير الدين اللي هو الاله عندهم، الاله ادون، حاجه زي كده يعني. طب انواع الادب الديني عندنا من انواعه نصوص الاهرام، وكتاب الموتى، واناشيد اخناتون، والاساطير الدينيه. الاساطير الدينيه دي كانت قصص خياليه غير واقعيه، مش واقعيه نهائي، لا تمد للواقع بشيء. هم كانوا يعني بيخترعوها ليه؟ عشان يهدف للعبره والموعظه، زي اللي احنا بنسمعهم كده لما يقول لك نشوف كرتون كده لجرد بيجري وبيتكلم. ما فيش جرد بيتكلم ابتدت، يعني مثلا ارنب بيتكلم مثلا، ولا في جرد بيتكلم.
نفس النظام كده، بس عشان يعمل لك ايه؟ عشان يدي لك عبره وموعظه. يدي لك عبره ايه وموعظه. زي ايه طيب؟ زي اسطوره ازيز واوزوريس. دول عباره عن ايه؟ اسطوره ازيز واوزوريس دول يعني عبروا، تخيلوا اللي كتب الاسطوره دي تخيل ان الشمس عندها بنت اسم السماء عندها ابنها اسمه الشمس. السماء اسمها اوزيس باين والشمس اسمها اوزوريس، يعني قصه كده، واتجوزوا في الاخر ومش عارف ايه وحاجات كلام من كده، يعني قصه اسطوريه خياليه. ده بالنسبه للاساطير الدينيه. ده نصوص الاهرام. دي نصوص دينيه سجلت على جدران الاهرامات من الداخل، يعني مش من بره، من جوه بقى. ليه طيب؟ احنا بنشوفها طبعا لما بنروح نزور الاهرامات، عشان لما كان بالنسبه لهم لما يدفنوا ويموتوا هيقوموا بعد كده، هيبعثوا بعد كده. قال لك عشان لما الميت يقوم تاني مره يقرا النصوص ديت ويعرف يعني يكون واقف ثابت قدام يعني اللي هيحاسبه في الاخره. ده كان اعتقادهم طبعا. ده بكتاب الموضة. ده نفس الوظيفه بتاع نصوص الاهرام. كانت كتابات دينيه دونت على اوراق البردي توضع مع الميت. ليه؟ عشان تساعده برضه في الحساب. طب اناشيد اخناتون. دي اناشيد وصلوات كان يحيي بها اخناتون الاله. يعني زي شفت لما تقول لك ايه زي الصوفيه كده. شفت الجماعه بتوع الصوفيه دول اللي يقول لك ايه حيوا، يبقى كده في الشارع دول هم دول بيحيوا ايه الاله بتاعهم. الاله يعني دول شبه كده، يعني نشيد مثلا او ترنيمه بتتقال للاله اللي هو الاله اتون اله الشمس او جرس الشمس، كان بتتقال له النشيد ديت. هي نشيد ايه؟ اخناتون، اناشيد اخناتون. وخدنا الاساطير الدينيه طبعا قلنا اللي هي غير واقعيه زي يوزيس واوزوريس، ولازم تعرف يوزيس واوزوريس عشان ده مثال يعني. وكتاب الموتى، وخدنا نصوص الاهرام. طب تعال نخش على الادب اللي بعديه، الادب القصصي. الادب القصصي عباره عن ايه؟ من اسمه كده قصه، بس القصص دوت يختلف. هل قصه خياليه ولا قصه واقعيه؟ الاثنين، خرافيه وحقيقيه. يقصد بها ايه؟ برضه قدوه وموعظه. طب دلوقتي يعني ممكن يتشابه مع الاساطير الدينيه؟ يقول لك لا. ليه؟ الاساطير الدينيه دي اسطوره غير خياليه، يعني ما تتخيلش كده من الدماغ، يعني عمرها ما تبقى في الواقع ابدا. لكن الخرافيه او الادب القصصي اللي هو ممكن يقول لك ازاي، يعني ممكن يخترع لك ايه خرافه، اللي هو يعني يكذب عليك ان في حد مات ووجع ومش عارف ايه وبتاع. هو ينفع حد يعمل كده؟ ممكن حد يغرق يعني وبتاع ومش عارف ايه ويعرف يطلعوه تاني بعد ما يغرق، ولكن مفيش حد غيرك. هو مخترع القصه دي من دماغه بس ينفع. لكن الخياليه دي ما ينفعش، الخياليه دي عمرها ما تنفع. عرفت الفرق بينهم؟ يبقى الادب القصص ايه؟ هو ادب يقدم القصص الحقيقيه والخرافيه بقصد ايه؟ تقديم القدوه والموعظه الحسنه. كانت هذه القصص تعكس بعض القضايا السياسيه والاجتماعيه التي عاش الشعب المصري القديم، زي قصة سنوحي، قصة حقيقية قصة سنوحي، وقصة البحار الغريق خرافية. طب قصة سنوحي يعني بتقول ايه؟ كان في والي كده او يعني قائد جيش ايام منحتب، يعني الملكة منحتب كان عنده والي حاكم يعني بيحكم الجيش بتاعه. ولما مات منحتب تولى واحد بعديه كان بيكره مين؟ كان بيكره سنوحي دوت قائد الجيش. فسنوحي هرب لدولة بعيدة تاني وراح رس يعني على راجل بدو، وده الراجل البدو دوت زوجه بنته واداله ارض كتير. فبعد ما كبر سنوحي وحس ان هو يعني كبر في السن وحس ان هو هيموت يعني، فقال لا انا لازم ازور مصر، وحن ان هو يزور مصر. فكان عايز يرجع لمصر. لما عرف الملك ان سنوحي عايز يرجع لمصر، راح الملك عفى عن مين؟ عن سنوحي، وسنوحي يرجع عاش في مصر تاني من الاول. قصه كده يعني لطيفه وقصه حقيقيه طبعا. قصه البحار الغريق بقى عباره عن يعني كده شويه اكشن كده بس ينفع يحصل. ده بالنسبه ايه للادب القصصي. بالنسبه للادب القصصي. طب الادب التهذيبي ده ادب طبعا من اسمه تهذيبي كده، بيدي حكمه وبيدي موعظه برضه، وبيربيك، بيعدل السلوك، بينظف الاخلاق، بيضيف لك عادات وتقاليد حسنه. يصور التعليم والوصايا التي كان يوجهها فرعون الى ابنه او احد الحكماء الى تلميذه بهدف ايه؟ الموعظه والنصح. زي ايه طيب؟ زي تعاليم الحكيم بتاع حتم، وتعاليم الحكيم اني لازم تحفظهم. زي تعليم ايه؟ الحكيم بتاع حتب وتعليم الحكيم اني.
ده الادب التهذيبي. طب ادب المديح، من اسمه مديح يعني هيمدح في حد، هيمدح ايه في حد، طبعا هيمدح في مين؟ اكبر حد، اكبر راس في الدوله مين؟ الفرعون. يبقى هيمدح في مين؟ في الفرعون، ويشيد بفضله على الشعب زي ما ورد في تمجيد الملك سنوسرت الثالث. زي ما ورد في ايه؟ في تمجيد الملك سنوسرت الثالث. ده بالنسبه لادب المديح. ادب المديح ده زي هيعمل ايه بالادب المديح؟ هيمدح، يمدح في حد. شفت لما كان عنتر بيمدح في عبله بيقعد يعظم فيها، وايه زي ما واحد صاحبك كده يحكي لك عن اللي هو عمله ويروح فاتحه منه كده. نفس النظام ادب المديح كده اهو. يجي واحد كده يمدح كده في الملك، وايه الملك عمل كذا للشعب، فاهم؟ من امثلته ما ورد في تمجيد الملك سنوسرت الثالث. ده بالنسبه للدرس الاول. لو لخصناه كده على السريع، هو يعني درس صغير. الكتابه عندنا الكتابه الهيروغليفيه دي عرفت بالخط الرسمي للدوله، وكانت تعني الخط المقدس عشان كانت بتكتب على جدران المعابد والمقابر. طب الكتابة الهيروغليفية دي كانت تعرض بخط رجال الدين عشان كانوا بيستخدموها الكهنة في كتابة أوراق البرد. بعد كده هناخد الكتابة الديمقراطية، ودي كانت تخص الشعب عامة. معظم المصريين استخدموها في جميع نواحي الحياة. والكتابة القبطية اللي متخذة من الكتابة الديمقراطية. بعد كده الأدب، عندنا الأدب الديني زي نصوص الأهرام اللي سجلت برضو على جدار الأهرام من الداخل عشان تعين الموضع، وكتاب الموضع برضو عشان يساعد الميت في الحساب. وأناشيد أخناتون اللي بتعظم في الإله بتاعهم اللي هو أتون اللي رمزه الرمز للشمس يعني. والأساطير الدينية اللي هي غير واقعية، خيالية من الدماغ بس بتهدف للعبرة والموعظة زي أسطورة إيزيس وأوزوريس. وبعد كده الأدب القصصي اللي بيقدم لنا قصص حقيقية أو خرافية بقصد برضو الموعظة الحسنة والقدوة زي قصة سنوحي وزي قصة البحار الغريق. قصة سنوحي حقيقية لازم تكون له، يعني هو ممكن يقول لك اذكر قصة حقيقية للأدب القصص، تقول له قصة سنوحي. طب غير خرافية قصة البحار الغريق. الأدب التهذيبي ده أدب بيهدف إلى التربية والأخلاق والسلوك والنصائح والحكم طبعا، ويصور التعليم اللي بيقدمها الفرعون لابنه أو الحكيم لأحد أولاده أو لأحد تلاميذه. نصح يعني وموعظة، ومنها التعليم الحكيم بتاع حتب وتعليم الحكيم إني. طب أدب المديح طبعا بيمجد وبيعظم في الفرعون وبيشيد بفضله على الشعب زي ما ورد في تمجيد الملك سنوسرت الثالث. تحت كل أدب في أمثلة، لازم تعرض الأمثلة دي عشان بتجيلك في أكمل، وساعات بتجيلك في صح وغلط، وساعات بتجيلك في أسئلة زي ما بمتفسر كده ودلل وما النتيجة المترتبة. ده بالنسبة للدرس الثاني. هينزل الدرس الحل على الدرس الأول والدرس الثاني، وبعد كده نكمل جغرافيا الأقاليم المناخية، درس كده دسم شوية. فأتمنى تتابعونا يعني. ولو عايزين اي حاجه كده، اي سؤال، لو الشرح مش واضح برضو ممكن تقولوا لي في التعليقات. اعمل درس اشرح على السبوره عادي التاريخ. انا التاريخ ما بشرحوش في الكتاب هنا، بس انا يعني انا شايف ان انا اشرحه في الكتاب هنا، المعلومه قدامك او الكلام قدام عينك وانا بشرح وبتكلم، فاهم؟ على السبوره الخط مش كويس شويه، والتصوير برضو مش اللي هو، فيعني بفضل هنا يكون افضل شويه. تمام. لو انت عايز برضو على السبوره انا مش مشكله عادي عندي. اكتب في التعليقات كل تعليقاتك على الفيديو وانا ارد على الجميع واعرف انتوا عايزين ايه وانا هعمله. يعني انا تحت امركم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.